هو المكسب في البورصة مجرد ان السهم يعلى وابيع، ولا ممكن يكون في طريقة تانية تجيب لي فلوس من غير ما ابيع السهم؟ تحقيق الارباح في اسواق الاسهم بيتم من مصدرين اساسيين. رقم واحد، الارباح الرأسمالية، ودوت لما تشتري سهم بسعر معين وسعره يزيد مع الوقت فتبيعه بسعر اعلى، وساعتها هتاخد الفرق كمكسب رأس مالي. الطريقة دي بقى بتعتمد على توقيت البيع والشراء. المصدر الثاني، توزيعات الارباح، ودي فلوس كاش الشركة بتوزعها على المساهمين من صافي ارباحها. في الحالة دي انت مش محتاج تبيع السهم عشان تكسب. طول ما انت معاك السهم، الشركه بتحول نصيبك من الارباح على حسابك البنكي بشكل دوري، وده يعتبر دخل سلبي ملهوش علاقه بسعر السهم. طيب خلينا ناخد مثال واقعي. كانك اشتريت شقه واجرتها، الايجار الشهري اللي بيجي لك هو توزيعات الارباح، ولو بعد فتره سعر الشقه نفسه زاد، ساعتها لو بعتها هيكون دوت الربح الرأسمالي. اسمع الخلاصه من اخوك درويش: مكاسب البورصه بتيجي اما من ارتفاع قيمه السهم السوقيه عند البيع، او من توزيعات الارباح النقديه. وارجع تاني واقول لك: اعمل فولو درويش تكسب وتعيش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.